بداية الفحشة رسائل واردات، وإبليس له خطوات في هذا النمط. في جيل صايع مرتكب للموبقات، الوازع الديني والأخلاقي هبط. بدع وجواب بين الشاعر أبو هياف العبدي وجواب الشاعر أبو عمير عمرو العكيمي. يا عمرو فيصل قول ما عندك وهات، ما عد بقي للعيش في روحي نشط. يا صاحبي كسر قيود الصافنات، حرر نواصيها قد الواقع ربط. المجتمع منحط من كل الجهات، وبالتواصل تبصر الجنس اختلط. بداية الفحشة رسائل واردات، وإبليس له خطوات في هذا النمط. ممكن نعرف بعدها هات أيوهات، ضحكه مع موعد وملقى للوسط. ما قبل غرفة نوم غرفة دردشات، وقبل الاستغلال تنفيذ الخطط. تهديد واستفزاز في هبة وجات، هذي يتمسك به وهو يمسك نقط. ياخذ صورها في مشاهد مزريات، تحلق له العانة مع نتف الأبط. ينزع شرفها بعد نزع البالطات، ولو وعدها بارتباطه ما ارتبط. يبتزها ناشر صورها الماجنات، وبعدها إما شرفها أو زلط. كلمة أخيرة كل من عنده خوات، يا من بعرض الناس كيف وانبسط. والثانية هذه نصيحة للبنات، لا تدخلين الأنترة مثل القطط، لا تدخلين الأنترة مثل القطط. جواب الشاعر أبو عمير عمرو العكيمي. يا مرحبا من نهر دجلة للفرات، حيا بمن صور مشاهد والتقط. كل الفتن يا أخي بذنب الفاتنات، أذي بتدي للسرابيت النشط. والنفس أمارة بحب المغريات، لا من تعارف ما هي أسباب السخط. هذا الجريمة والجرايم بالمئات، واكبر غلط يا دي تقول ايش الغلط، ان السفاهة من عيال الابهات. لا شفت عداد الجنايات اخترط، ومن بناوت في كشوف المهملات. لا ضابط يوجد ولا به منضبط. في جيل صايع مرتكب للموبقات، الوازع الديني والاخلاقي هبط. وضع الرجولة بالزمن هذا شمات، بين المية رجال والباقي سقط. والله لو يرجع زمن دفن البنات، نص الذكور بايدفنوهم بالغلط.